طيب بصوا يا جدعان، مسلسل الهروب الكبير اللي احنا فيه ده مش هينفع. يعني احمد حجازي لما يخلع من المنتخب بحجه ان عنده مشاكل اسريه، دي مش واكله معاه، واكيد مش هتبقى واكله مع الكابتن ابراهيم حسن او الكابتن حسام حسن. والغريب بقى يا جدعان ان الناس في اتحاد الكوره او في مصر مصدقه ان محمد صلاح فعلا مصاب وعايز يكمل تاهيل في ليفربول ويتعاملوا معاه بشكل طبيعي. فطبعا احمد حجازي مش احسن من صلاح، هو صلاح خلع، انا كمان الكابتن رقم 2 هخلع. ما هو مش معقول انا هقعد دكه ورامي ربيعه بيلعب ومحمد عبد المنعم. بس الغريب هنا ان الكابتن حسام حسن قال لك انا مش هريح اي لعيب، يعني اي لعيب عندي هلعب بيه في ماتش كرواتيا. طب هو يقصد مثلا باي لعيب دي ايه؟ افضل قرار ياخده الكابتن حسام حسن استبعاد محمد صلاح واحمد حجازي، لان مفيش حد اكبر من منتخب مصر. انت قلت انا هاخد لعيبه النادي الاهلي وهلاعبهم وهيلعبوا ماتش كرواتيا لان مصر اهم عندي من اي حاجه، فيا ريت ده ينطبق على محمد صلاح واحمد حجازي. واحنا متعودين على فكره، الواحد مش بيحاول يزنقك والله يا كابتن حسام، بس زي ما انت خدتها قاعده مع لعيبه الاهلي والزمالك وفيوتشر، لا كمان عايزينك تاخدها مع محمد صلاح واحمد حجازي. اصل مش معقوله يعني احمد حجازي يبقى قاعد اول ماتش والدنيا تمام ويقول لهم يا جماعه انا عندي مشاكل اسريه هسافر احلها وهرجع المعسكر تاني. ده ما بيحصلش في اي حته في الدنيا يعني. فاكيد انا واثق ان احمد حجازي مش هيرجع، انا بقول لك لان انا عارف الدخلات دي ما بتاكلش يعني. فاحمد حجازي ان هو يخلع بالطريقه دي، انا بقول لك ان ده فيلم معمول، والكابتن ابراهيم حسن متاكد ان احمد حجازي مش هيرجع تاني منتخب مصر. فعشان كده كنا بنقول ان حسام حسن هيبقى عنده مشاكل لو مسك منتخب مصر. اول مره يا جماعه نشوف منتخب مصر بيلعب كوره محترمه. في الماتش اللي فات ده ما تقوليش احنا بنلاعب فريق على قده، لا الكوره باينه. احنا بقول لك كنا بنلاعب اثيوبيا كنا بنخسر منها، كنا بنخسر من فرق عاديه جدا، انما منتخب مصر بقى ليه شكل. وانا على فكره كنت قلت ان محمد صلاح لو تواجد مع منتخب مصر بالكوره اللي بيلعبها حسام حسن كان الموضوع هيختلف جدا مع محمد صلاح، وكان هيبقى نجم. وكان فعلا اللي ما قدرش يعمله في السنين اللي فاتت كان محمد صلاح هيعمله مع حسام حسن.